عسلامة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة أخرى متاع خبز، والوصفة هذه جربتها مرتين وعجبتني برشا وحبيت نودكم بيها. والخبز هذايا يجيكم طري كالقطن وسهل وبسيط وما فيهش تعقيدات، واللي تحب تعرف الطريقة اتبعني في الفيديو. الكيس اللي باش نكيل بيه المكونات الكل يهز 200 مليلتر. أول حاجة باش نخلط 20 جرام خميرة الخبز، كيس حليب يكون دافي، نص كيس ماء يكون دافي، ومغرفة كبيرة سكر. نخلطهم مع بعضهم ونخليهم على جنب مدة 10 دقايق. بعد ما تعديو 10 دقايق باش نزيد عليهم عظمة، نص كيس زيت، كيس فرينة، كيس سميد يكون رقيق، مغرفة صغيرة ملح، ونخلطهم مع بعضهم. نعاود نغطيها ونخليها على جنب 10 دقايق. واخر حاجة باش نبدأ نزيد في الفرينة بشوية بشوية لين تتلم العجينة. تقريبا حطيت 2 كيسان فرينة. اخر حاجة باش نزيد مغرفة كبيرة زبدة تكون طرية ونخلطها بالكدا في وسط العجينة لين تحصل على العجينة تكون طرية. وهذه العجينة متاعي بعد ما لميتها، شوفوا ما شاء الله قديش جات طرية. تويكا باش نغطيها ونخليها ترتاح مدة ساعة لين تتضاعف في الحجم. وبعد ما خمرت العجينة باش نرشها بشوية فرينة باش ما تلصقش في يديا. لهنايا باش نقسم العجينة 5 مرسوات وباش نشكلهم على شكل كويرات. حطيتهم في بلاطو في بابي كويسون باش نغطيهم ونخليهم يخمروا مدة ربع ساعة. وكي يخمروا باش ندهنهم لهنا بالعظم، خلطها مع مغرفة صغيرة نسكافيه. الوصفة هذه كما قلت لكم عملتها مرتين، مرة رشيتهم من الفوق بالجلجلان والسينوج، ومرة خليتهم بلا حتى شي من الفوق، وانتكم اختاروا شنو تحبوا. وتويكا باش نعمل خطوط بالسكينة من الفوق كما قاعدين تشاهدوا في الفيديو، وباش نحط نطيبهم 25 دقيقة على 180 درجة لين يحمروا من اللوطة ومن الفوق. وهذوما الخبزات بعد ما طابوا ما شاء الله جاو طريين وياسر بنين، جربوهم وما كمش باش تندموا. ان شاء الله عجبكم الفيديو، ما تنسوش باش تحطوا لي ابوني على اليوتيوب والانستغرام والتيك توك والفيسبوك.